يقول إذا طلب مني أكبر مني سنا أن أشتري له سجاير. طيب خلونا ننزل شوي عن السجاير شوية، يعني في الأسوأ. يعني لو طلب منك أن تشتري له خمرا هل تطيعه؟ اللي يقول أطيع يرفع يده، ما شاء الله. اللي يقول لا أطيعه يرفع يده. إذا قال لك أكبر منك سنا قريب أو غير قريب، قال اشتر لي خمرا، الذي يقول لا أطيعه يرفع يده. جميل، ممتاز. لماذا؟ لأن الخمر متفق على تحريمها. السجاير صحيح في اختلاف في تحريمها، والذين حرموها للضرر الذي يكون منها، وهذا الأظهر أنها حرام. السجاير حرام، لكن لا شك أن تحريمها ليس كتحريم الخمر. ولذلك أنا أفضل أن الإنسان طبعا إذا لم يكن أبا لا تطيعه. طبعا الأم أكيد، إذا الأم تبي سجاير أكيد لا تطاعه. طيب، فإذا الأب يريد غير الأب يريد ما تطيعه، عم، خال، أخ، أم، جار، صديق، لا تطيعه قولا واحدا. الأب شوي فيها كلام، يعني إذا كان الأب يعتقد أنها حرام ويقول لك حرام وجيبها لي لا تطيعه. أما إذا كان الأب يقول لا ما هي حرام، زين، وفي ناس أفتوا أنها ما هي حرام ومعتقد فعلا أنها ما هي حرام، فهنا أنت تقدر الأمور. تشوف أبوك، إذا كان أبوك من النوع الذي لو قلت له يبغى اسمح لي ما أقدر حرام وسامحني وهذا، قال لك خلاص كيفك ما في، لا تجيب لا تطيع. أما إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم، ممكن يضربك، ممكن يقاطعك، ممكن يعني بعد شنو يهينك مثلا أو كذا، يروح المصروف. المهم أن في أذى عليك فتطيعه، لكن مع هذا تناصحه وتدعو له بظاهر الغيب إن الله يهديه والله المستعان. دخل الوقت.